النهارده يا جماعه قررنا نشطف الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري. حلقه النهارده هتعجبكم جدا جدا، خليك معانا لاخر الحلقه عشان فيها مفاجآت كتير جدا. بس طبعا كالعاده وفي البدايه اتمنى تدعمونا بلايك بشير بكومنت. مستني ارائكم في الكومنتات عن حلقه النهارده. طبعا الاراء انا برد على الاراء اللي هي بتتكلم باحترام، الاراء اللي ما بتتكلمش باحترام ما بردش عليها نهائي. كمان هنزل لكم رابط قناة اليوتيوب في الكومنتات تحت. اتمنى تدعمونا باشتراك في القناة، لان في فيديوهات الفترة اللي جاية هتنزل في القناة ومش هتنزل على صفحة الفيسبوك. تعالوا بقى في السريع كده نخش في صلب الموضوع ونقول ان لما كان روي فيتوريا مدير فني للمنتخب المصري في كاس الافريقيه الاخيره، اتصاب اللاعب محمد صلاح في معسكر المنتخب، وقرر ان هو يترك معسكر المنتخب ويرجع يكمل فتره التاهيل والعلاج في فريق ليفربول الانجليزي. وقتها طلع علينا المحلل الدكر قوي، وركز لي على كلمة الدكر قوي دي، الكابتن حسام حسن مع مهيب عبد الهادي، انتقد قرار استبعاد محمد صلاح من المنتخب المصري وقال بالنص: لو كنت انا المدير الفني للمنتخب المصري كنت هرفض قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب. ولو كان محمد صلاح صمم انه يترك معسكر المنتخب ويرجع فريق ليفربول الانجليزي كان هيتم استبعاده في بقية المعسكرات القادمة للمنتخب طالما انا مدير فني للمنتخب المصري. وقتها الكابتن حسام حسن كان فاتح صدره بزياده، وقتها الكابتن حسام حسن كان واخد حبايه شجاعه، وقتها الكابتن حسام حسن كان عامل فيها 7 رجاله ببعض. طبعا التصريحات دي عجبت كتير جدا من الجمهور المصري اللي أيدوا قرار تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري، وقالوا ان هو ده المدير الفني اللي هيظبط حال المنتخب بالالتزام اللي هيفرضه على لاعيبه المنتخب، والمنتخب هيتصلح حاله مع الكابتن حسام حسن. فعلا نجحت خطة الكابتن حسام حسن، وحسام حسن بيتم تعيينه مدير فني للمنتخب المصري علشان نفاجأ مرة واحدة عند أول أزمة وأول مطب إن الكابتن حسام حسن هو روي فيتوريا في التعامل مع محمد صلاح. والذكر طلع قطة في الآخر. الكابتن حسام حسن وافق لمحمد صلاح ان هو يترك معسكر المنتخب وما يسافرش مع المنتخب رحلة موريتانيا علشان محمد صلاح الكابتن الكبير مش عايز يلعب على ملاعب ترتان علشان خايف من الإصابة، وعايز يرجع فريقه ليفربول تاني علشان يكمل مبارياته مع فريق ليفربول الإنجليزي. والكابتن حسام حسن اللي كان عامل فيها دكر وافق لمحمد صلاح ان هو يترك معسكر المنتخب. وخلي بالك محمد صلاح بيسيب المنتخب في مباراة رسمية، مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مباراة في الأجندة الدولية، والكابتن حسام حسن موافق وراضي، ما بيتكلمش ولا بيفتح بقه ولا عنده أي اعتراض خالص. بس لما يجي النادي الأهلي يرفض إن لاعيبته تنضم قبل ميعاد الأجندة الدولية بيوم أو بيومين، يطلع الكابتن حسام حسن يهاجم الأندية ويتهم الأندية بعدم الوطنية، ويتهم الأندية إنها بتحاربه، وإن زي ما أنت عايز لاعيبتك تنضم في الأجندة الدولية انت كمان المفروض ما يتعملكش مؤجلات، ولا كأنه مثلا بيمن على النادي الاهلي بالمؤجلات اللي بتتأجل للنادي الاهلي في الدوري المصري، ولا كأنه مثلا هو رئيس مجلس إدارة الكرة المصرية وهو اللي بيخطط للكرة المصرية، فالح بس يعمل راجل وذكر على الأندية المصرية وعلى النادي الاهلي وعلى اللعيبة المصرية. ويجي عند اول مطب الكابتن محمد صلاح اللي هو ما يقدرش يفتح بقه معاه ويبقى قطة سيامي يوافق لمحمد صلاح على أي حاجة حتى لو ضد مصلحة المنتخب. وبعدين في بيان اتحاد الكوره، بيان اتحاد الكوره مضحك يا جماعه. بيان اتحاد الكوره مطلعين بيان بيقول لك ان هم عايزين يريحوا محمد صلاح. طب هو محمد صلاح هيريح من ايه؟ يعني محمد صلاح تعب في ايه علشان يريح المباراه بتاعت موريتانيا دي؟ قول لي كده. اولا احنا لسه في بدايه موسم، وانديه اوروبا غير انديه افريقيا خالص، وغير النادي الاهلي وانديه المصريه. انديه اوروبا بتاخد فتره راحه محترمه، فاحنا لسه في بدايه موسم. فمحمد صلاح اساسا ما تعبش في حاجه علشان يريح. يا سيدي هفترض محمد صلاح مجهد وعايز يريح يا سيدي. طب هي الراحه اللي بيريحها محمد صلاح دي مش من حق لاعيبه النادي الاهلي ان هم يريحوها؟ ولا ايه يا كابتن حسين؟ لما النادي الاهلي قرر ان هو يريح لاعيبته ولاعيبته ما تنضمش للمنتخب يا كابتن حسام اللي في ميعاد الاجنده عشان اللعيبه المصريه لازم تريح يا كابتن حسام، طلعت انت انتقدت القرار ده قوي يا كابتن حسام وكنت ضد قرار اراحه اللعيبه. يعني اراحه اللعيبه المصريه اللي بيلعبوا في الدوري المحلي تولع ومش مهمه، واراحه الكابتن محمد صلاح هي اللي مهمه يا كابتن حسام؟ ايه يا كابتن حسام؟ استقيموا يرحمكم الله.
طول ما انتوا بتتعاملوا بذمتين وطول ما انتوا بتكيلوا بمكيالين مش متساويين لا يمكن هتنجحوا. ولو الكابتن حسام دلوقتي بيكسب الماتشات اللي هي التعبانه والفرق اللي هي التعبانه، اراهنك ان الكابتن حسام حسن ده اول ما يقابل فريق كبير وفريق فعلا بيعرف يهاجمه هيخسر المباراه، ويمكن كمان يخسرها بفضيحه، لانه مدير فني على الله حكايته. كفايه كده يا كابتن حسام ولا لسه عايز تاني؟ السلام عليكم.